السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل كيكة خطيرة ناعمة وطرية وهشة، تحفة جدا وتشكيلها سهل جدا. كيكة الحليب الساخن خطيرة، هتعجبك. ممكن تعمليها كاكاو، ممكن تعمليها فانيليا، ممكن تعمليها ماربل زي ما انا عاملاها كده، بطريقة سهلة وبسيطة، وهتعجبك جدا مع كوباية شاي كده تفطري بيها او تتعشي بيها مع كوباية شاي بلبن. خطيرة. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالي نشوف مقاديرنا ايه. عندي هنا اول حاجة مقادير بسيطة: كوباية ونص من السكر، كوبايتين من الدقيق، عندي 4 بيضات، كوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت النباتي، ملعقة كبيرة من بيكنج باودر، و3 معالق كبار من الكاكاو، و6 معالق كبيرة من الزبدة او 80 جرام، وطبعا فانيليا عشان زفرة البيض. مقاديره سهلة وبسيطة، وممكن تعملي نص الكمية لو عايزة مقدار اقل. اول حاجة هنبتدي نعملها، نجيب الخلاط، هنحط فيه البيض، ال4 بيضات بتاعنا، وهنحط عليهم الفانيليا، وهنحط السكر، ممكن تحطي فانيليا بودرة كده او فانيليا سايلة حسب المتوفر عندك. كمان هحط الزيت، وهبتدي اضربهم بقى في الخلاط لحد ما ينعموا معايا خالص، واحس كده لو مسكتي كده حبة احس ان السكر خلاص داب تماما معايا. هفضيهم بقى في البولة اللي انا هشتغل فيها، هنزل كل الكمية. وهنا بقى عندي الدقيق، حطيت عليه رشة من الملح وقلبتهم كده، وحطيت عليه كمان البيكنج باودر وقلبتهم، وهبتدي بقى انزل على الخليط بتاعي، وهخلط الدقيق كده مع الخليط كويس، وهسيبه بقى على جنب. وهعمل الحليب الساخن بقى بتاعي، هجيب كسرورة او اي حاجة بقى تحطيها، حطيت فيها الحليب وهحط فيها الزبدة واحطهم على النار لحد ما يغلي تماما، والزبدة طبعا تسيح فيه. وهبتدي وهو سخن كده ابتدي انزله على الخليط بتاعي، وخلي بالي بقى وانا بقلب كده وادخل الحليب في الخليط بتاعي عشان الحليب سخن، فخلي بالك. طبعا الخليط بتاعي كان تقيل جدا بعد ما حطيت الدقيق، فطبعا هيتجانس دلوقتي لما حطيت فيه الحليب. وهقلبه بقى لحد ايه ما ادخل الحليب كويس كده ويتجانس معايا الخليط زي ما انتم شايفين كده بالمضرب السلك. طريقة سهلة وبسيطة زي ما انتم شايفين. بقى انا خلطته كده وده قوامه زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اقسمه نصين، عشان نص يبقى بالفانيليا ونص هحط عليه الكاكاو عشان يبقى بالشوكولاته. تقدري بقى حبه الكاكاو اكتر حبه الفانيليا اكتر، تقسمي بقى زي ما انت حابه. حطيت بقى على النص التاني الكاكاو، واحط عليهم كده معلقتين 3 من الحليب عشان الكاكاو هيتقل الخليط كده شويه، فيبقوا الاتنين قوامهم واحد معايا. وطبعا هخلطهم بقى مع بعض كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، زي ما انتم شايفين كده ناعم متجانس كده معايا. هحضر بقى القالب او الصينيه اللي انا هشتغل فيها، دهنتها طبعا بالزبده او السمنه وبطنتها كده بالدقيق عشان ما تلزقش معايا. وهبتدي بقى احط كبشه كده من الفانيليا وعليها كبشه من الكاكاو واحده ورا واحده كده عشان يعمل لي الشكل المربل الجميل اللي احنا شفناه ده. منتهى السهوله والبساطه. وطبعا وانا بشتغل كده في الكيك شغلت الفرن عشان يسخن معايا. هبتدي بقى انزل بالخليط كله زي ما انتم شايفينه كده، زي ما انتم شايفينه، وبخله كده همشي كده خط بسيط. وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معاكي من تلت ساعة لنص ساعة، واختبريها بالخلة. لو طلعت الخلة نضيفة معاكي خالص يبقى هي كده استوت. وده بيبقى شكلها بقى جميلة جدا وخطيرة، وهتستاهل بقك لو جربتيها. ولو وصلتي معايا لحد هنا حطيلي لايك وكومنت حلو كده عشان يشجعني، وقومي نفذيها كده وجربيها وقوليلي طلعت معاكي عاملة ازاي. متنسينيش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.